نحن مع تعاون شفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن ذلك لن يكون على حساب أمننا القومي. بهذا الموقف رد السوريون على تصريحات صدرت مؤخرا عن عواصم غربية وعن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طالبت دمشق بتعاون كامل مع ما يقولون إنه رغبة للمجتمع الدولي في فحص المواقع السورية التي يشتبهون بكونها تشكل مكونات مشروع نووي محاط بالسرية. ومعنا في هذه الحلقة من دمشق الدكتور سمير تقي مدير مركز الشرق للدراسات الدولية، ومن الناصرة المحلل السياسي أسعد تلحمي، وينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا حسين عون الكاتب والمحلل السياسي المتابع لنشاط الأمم المتحدة. سيد أسعد تلحمي، بالتأكيد إسرائيل تنظر إلى ما يجري الآن فيما يتعلق بهذا الموضوع برأيك بأي عين؟ بالعين التي نظرت إلى الملف النووي منذ إقامتها تقريبا. يعني نذكر أن منذ خمسينيات القرن الماضي السياسة الإسرائيلية الرسمية تقوم على أن إسرائيل ستمنع أي دولة في منطقة الشرق الأوسط من الحصول على قدرات نووية، وسياسة الغموض النووي التي تتبعها بشأن مفاعلها النووي تندرج في هذه السياسة. إسرائيل يعني هناك كتب في إسرائيل كتبت أو عما فعلته أجهزة أمن إسرائيلية بالعلماء الألمان في مصر. هناك اغتيالات ما زالت غامضة تنسب إلى إسرائيل، اغتيالات لعلماء ناشطين في المجال النووي. إسرائيل لا تخفي ذلك، إسرائيل تضع القضية النووية يعني على رأس سلم اهتماماتها. نحن نتابع طبعا التهديدات المتواصلة لإيران منذ أكثر من كذا سنوات، وإسرائيل تقول أن إيران ستبلغ القدرات النووية وإلى الآن لم تبلغها. السياسة الإسرائيلية واضحة جدا في هذا الإطار، ولا تتغير لا مع سوريا ولا مع إيران. هكذا تنظر إسرائيل إلى الموضوع، إلى أن الشرق الأوسط يجب أن يكون خاليا من أي سلاح نووي، طبعا باستثنائها هي.